ما زال النجم محمد صلاح بيكتب التاريخ. إنجاز جديد بيضاف إلى مسيرته، حيث فاز النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بجائزة رابطة نقاد كرة القدم الإنجليزية لعام 2025، ليكرم تقديرا لأدائه المذهل والمتميز خلال الموسم الحالي. يعتبر صلاح من أبرز النجوم في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لعب صلاح دورا أساسيا في قيادة الفريق لتحقيق الانتصارات، مسجلا أهدافا حاسمة وصانعا للفرص. ساهمت مساهماته الكبيرة في حفاظ ليفربول على موقعه ضمن الكبار، مما جعل النقاد يمنحون هذا التقدير المرموق. بهذا التتويج ينضم محمد صلاح إلى قائمة أسطورية من اللاعبين الذين حصلوا على الجائزة كأحد أفضل لاعبي العالم، ليس فقط بمهاراته على أرض الملعب بل أيضا بحضوره القوي وتأثيره الجماهيري. الصحف الإنجليزية سلطت الضوء على هذا الحدث، حيث قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية: بعد موسم لا يصدق مع ليفربول، تم اختيار محمد صلاح كأفضل لاعب هذا العام من جانب رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، حيث حصل على نحو 90% من الأصوات، وهو الرقم الذي لم يحققه أي لاعب منذ بداية الألفية. وقد سبق لصلاح أن حصل على هذه الجائزة في عامي 2018 و2022، ليكون من أكثر اللاعبين ظفرا بها بالتساوي مع اللاعب الفرنسي هنري. واحدة الثانية للتنتهي التعادل. صلاح يصنع التاريخ، يصنع التاريخ. هيا شاتو، هيا روح فيه، لوحوا طيحوا شافيه، حط الكورة على طريقة. وما زال صلاح يواصل كتابة التاريخ، وأصبح محمد صلاح رقم صعب في عالم كرة القدم. أداؤه، أرقامه القياسية التي باتت تتهاوى أمامه عقب كل مباراة. ويبقى محمد صلاح نجم النجوم وفخر العرب.